السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم كل خير. لي عندكم طلب يا أخوان العرب، أول مرة أطلبكم وأتمنى ما تردوني. تكفون لا تحسدون على أدواتنا المشردة اللي مسمين نفسهم معارضة في لندن وفي كندا وفي أمريكا مجتمعين. الهدف من اجتماعهم تغيير نظام الحكم في السعودية والمناداة بالإصلاح. هذا لهم. نبداهم من اليمين ولا من اليسار؟ خلينا نأخذ اليسار. الأولى وعد. طيب إيش سبب نضالك يا أستاذة وعد وهروبك من السعودية؟ ما تزوجت حبيبتها وتنادي بالمثلية، وهذه هي أمام السفارة السعودية في لندن تدعس على لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب هذا وزوجة اللي بجنب وعد. وإيش سبب نضالك وخروجك من السعودية؟ والله سحبوا مني رخصة موثوق حقت إعلانات المشاهير اللي هي وزارة الإعلام، سحبت وخلاص صرنا مناضلين. لا يا شيخ. طيب سبب سحب الرخصة منه هو زوجته طلعوا عرى وياه. طيب اللي هذا حياسير هذا غير. شوف الجلسة الكرسي، طبعا هو يشوف نفسه غير أنه عسكري سابق طيب أستاذ يحيى ايش سبب هروبك؟ سرق ميزانية من عمله وأخواني، وكان مشارك في مظاهرات في مصر وراح. الأستاذ عبد الله العودة غير هذا عبد الله نفس الشيء، بعثته الدولة ابتعثته في أرقى الجامعات. طبعا أبوه سلمان العودة، وزي ما أنتم شايفين الآن طبعا عبد الله العودة عام 2020 مسوي ورقة سماها رؤية إصلاح في المملكة. طيب كم تاريخها؟ رؤية 2020. يبقى أنت في نفس السنة. أخ عينات والله إحنا محسودين عليه. طبعا هو جاب لأبوه محامي شارون السابق، الآن صار هو محامي أبوه. طيب من اللي بجنبه هذا مسكين راح محرم مع قريبته وصار مناضل. ومين معهم كمان؟ عمر مناضل، عمر عبد العزيز 3 كيلو 10. انتبه احنا عيال الرحاب ها. طيب بعيدا عن قصة عمر هو صغير اللي سرق كفارات وانسجن، يعني هذه ما لي دخل فيها والله. عمر ابتعثته الدولة وما كمل الجامعة، طبعا أعطته فرصتين 3، ولما المحقية ما دفعت مكافآته راح صار معارض، والآن ينادي بتغيير نظام الحكم في السعودية. يا أخي كمل جامعتك بعدين الله يصلحك. من باقي؟ طبعا مجتمعين مع سعد الفقيه ومحمد المسعري، كلهم عددهم 20. تخيل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، والله يضحكون. هذا كمان عماد المبيض، أدري إيش قصة هذا عماد طبعا مأذون أنكحة، أوكي زواج مسيار كان في الكويت وسرق من جمعية وراح. سعد الفقيه ومحمد المسعري قضيتهم متخاصمين، وذولا قالوا يوحدون الصف. طيب إيش قضية المسعري والفقيه؟ والله ما بدخل في تفاصيلها، لكن يلا قضيتهم محمد المسعري سعد الفقيه اتهم محمد المسعري بأنه دعارة، باختصار أنه يجيب بنات في شقة. ما لي دخل أنا فيها، مالي هذه الوثائق، أنا ما لي دخل. سبحان من جمعهم والله. فنان ها. لا تضحكون عليهم بالله، لذلك لا تحسدون عليهم يا حبايب. خلاص هذول كذا يعني، لو بيدي أجيبهم كذا أسويهم ألعاب الله يجننون.